نهائي عربي خلص في كأس آسيا، والفيل الإيفواري يضرب موعدا مع نسور نيجيريا في النهائي، والعميد حسام حسن يأخذ فرصته أخيرا لقيادة الفراعنة، والسيتي يربك حسابات ليفربول في المحافظة على الصدارة، وإنتر ميامي ما زال يعاني في جولاته الودية حول العالم، والهلال يتوج بطلا لكأس موسم الرياض أمام أعين كريستيانو رونالدو، والأهلي يستقر على محمود الزنفلي تعويض الشناوي في فترة الإصابة، ومبابي إلى ريال مدريد بعد إيجاد باريس سان جيرمان لبديله. حلقة لا تحتاج مني أنا أقول لكم أنها مثيرة لأنها حلقة مليئة بالجنون، فيلا بنا نبدأ بسم الله. بدأ منتخب الأردن بتشكيل 3-4-3 بقيادة موسى التعمري في الأمام، وعن طريق خطأ من دفاع منتخب كوريا استطاع موسى التعمري أن يصنع الهدف الأول لزميله يزن النعيمات الذي سجل هدف ولا أروع في الدقيقة 53 ووضع بها أول قدم للأردن في النهائي. ويستمر الضغط الهجوم من منتخب الأردن على كوريا إلى أن جاءت الدقيقة 67 والتي أضاف بها التعمري الهدف الثاني للأردن من دخول وسط مدافعين المنتخب الكوري، وأحرز هدف ولا أروع مؤكدا بها صعود المنتخب الأردني إلى النهائي لأول مرة في تاريخه. ويحسب هذا الإنجاز إلى المدرب القدير حسين عموتة الذي صارع كبار قارة آسيا ووصل إلى النهائي. ونروح للمباراة الأكثر ترقبا في نصف نهائي كأس آسيا واللي هي مباراة قطر وإيران. وبدأ المنتخب القطري بتشكيل 3-5-2 بقيادة النجم القطري المتألق أكرم عفيف، ولكن سرعان ما افتتح المنتخب الإيراني سجله التهديف في المباراة، وسجل الهدف الأول له عن طريق سردار أزمون في الدقيقة الثالثة من وقت المباراة، وسجلها بضربة خلفية ولا أروع ليفتتح التسجيل مبكرا للمنتخب الإيراني. وجرت أحداث المباراة إلى الدقيقة 16 حيث رد فيها المنتخب القطري اعتباره وسجل التعادل عن طريق جاسم الجبار بأسيست رائع من القائد أكرم عفيف. وتتوالى الهجمات إلى أن أخطأ خط وسط المنتخب الإيراني وأرجع الكرة بالخطأ إلى أكرم عفيف الذي تقدم وسدد الكرة بقوة، ولكن تصدى لها حارس مرمى إيران. واستمرت محاولات المنتخب القطري على المرمى الإيراني إلى أن أتت الدقيقة 43 واستلم أكرم عفيف الكرة على منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لتسكن شباك الحارس الإيراني وتعلن عن ريمونتادا في المباراة للمنتخب القطري. ومع بداية الشوط الثاني وضغط قوي من منتخب إيران تمكنوا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 51 وترجمها علي رضا إلى هدف لتتعادل إيران مع قطر 2-2، ولكن المنتخب القطري لم يفقد الأمل إلى أن أتت الدقيقة 82 وسجل فيها المعز علي الهدف السادس للعنابي ليضمن لهم الصعود للنهائي لملاقاة الشقيق العربي المنتخب الأردني في نهائي عربي خالص على أرض عربية وهي أرض قطر. وبعد أن انتهينا من كأس آسيا ندخل على كأس الأمم الأفريقية، والذي كانت هناك واحدة من أهم المباريات في البطولة وهي لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. وبدأ المنتخب النيجيري تشكيلته ب3-4-3 بقيادة النجم فيكتور أوسيمين في الأمام، واستمر الصيام التهديف في هذه المباراة إلى الدقيقة 66 حيث تحصل فيها النجم النيجيري فيكتور أوسيمين على ركلة جزاء وقام بتسديدها زميله ويليام تروست ليفتتح التسجيل في شباك الحارس الجنوب إفريقي ويليامز بعدما كان محافظ على نظافة شباكه لمدة 4 مباريات متتالية. وجاءت بعدها هجمة خطيرة للمنتخب النيجيري أيضا واستطاع تسجيلها فيكتور أوسيمين ليضمن التأهل للنهائي رسميا، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ويعود الحكم المصري أمين عمر للفار ليتأكد من صحة الهدف. يرجع لبداية انطلاق الكرة ويكتشف أن الكرة من البداية كانت خطأ من لاعب نيجيريا على بيرسي تاو في منطقة الجزاء، فيرجع بعدها أمين عمر لاحتساب ركلة جزاء لمنتخب جنوب إفريقيا وإلغاء هدف نيجيريا. وينجح بالفعل المنتخب الجنوب إفريقي في إحراز الهدف الأول له عن طريق موكوينا في الدقيقة 89 ليحيي آماله مرة أخرى للعودة في اللقاء. وبالفعل تأتي ضربة حرة مباشرة لجنوب إفريقيا في الوقت بدل الضائع ويتقدم تسديدها اللاعب موكوينا، ولكن يتصدى لها الحارس ومن ثم ترتد إلى اللاعب موتاو الذي ضيعها بغرابة شديدة أمام المرمى. وحاول بعدها المنتخب النيجيري في الأشواط الإضافية التقدم إلى أن أتت الدقيقة 114 وتم طرد اللاعب الجنوب إفريقي كيكانا بعد ارتكابه لخطأ على لاعب منتخب نيجيريا. وتستكمل بعدها المباراة إلى أن وصلت لركلات الترجيح والتي تفوقت فيها نيجيريا على المنتخب الجنوب إفريقي بنتيجة 4-2 لتحجز مكانها في نهائي كأس الأمم الأفريقية. ومن المباراة الأولى إلى الثانية وتحديدا أتكلم عن مباراة الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية. وبدأ منتخب ساحل العاج تشكيلته بال4-3-3 بقيادة نجم بروسيا دورتموند سبيستيان هالر في الأمام، وافتتحها لاعب الكونغو ويسا بتسديد أمام الحارس ولكن فشل في تسجيلها بطريقة غريبة. ومن ثم أتت عرضية خطيرة للنجم الإيفواري سبيستيان هالر الذي فشل أيضا في ترجمتها إلى هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني استمرت المحاولات الإيفوارية على مرمى الكونغو إلى أن أتت الدقيقة 65 وسجل فيها سبيستيان هالر الهدف الأول للمنتخب الإيفواري. وتستمر المباراة على هذا الحال إلى أن انتهى الشوط الثاني الذي أعلن عن وصول المنتخب الإيفواري إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لملاقاة النسور النيجيرية يوم 11 فبراير في العاصمة الإيفوارية أبيجان. وبعد انتهائنا من البطولات القارية نذهب إلى المدير الفني الجديد للمنتخب المصري العميد حسام حسن. وتولى
تولى العميد قيادة الفراعنة بعد إخفاق المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الصعود مع منتخب مصر إلى دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية واستكمال مسيرة المنتخب المصري في البطولة التي كان متوقع منها الوصول لأدوار أفضل في هذه البطولة ومنافسة على اللقب بقوة. ولكن هذا ما لم يحدث من المدرب البرتغالي الذي أجبر بعدها الاتحاد المصري على فسخ التعاقد والحصول على قيمة الشرط الجزائي المسجل في عقده. وحاول بعدها الاتحاد المصري التوقيع مع الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب، ولكن الفرنسي رينارد كان ملتزم بعقد مع منتخب فرنسا للسيدات والذي سينتهي في شهر أغسطس من هذا العام، وعرض عليهم أنه سيجعل مساعديه يقودون المنتخب إلى أن ينتهي عقده ويتسلم هو المهمة. ولكن رفض الاتحاد المصري وقرروا من بعدها أن يستمعوا إلى رأي الجمهور لأول مرة ويعينوا حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري، وإبراهيم حسن مديرا للكرة، وطارق سليمان مدرب عام، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، ووليد بدر مدير الإداري. وبعد انتهينا من قضية المدير الفني للمنتخب المصري نذهب إلى الدوري الإنجليزي، حيث سقط ليفربول أمام أرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد، مما جعل الليفر يثبت عند النقطة 51 ب 23 مباراة لعب. فيما يلعب السيتي لقاءه المؤجل أمام برينتفورد بتشكيلة 4-1-4-1 بقيادة النرويجي هالاند في الأمام. وبعد مرور 21 دقيقة من الشوط الأول استطاع برينتفورد تسجيل الهدف الأول عن طريق نيال موباي من هجمة مرتدة، وتستمر المباراة إلى ما قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، والذي سجل فيها فودن هدف التعادل للسيتي لينهي بها الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني لم يهدأ في الفودن إلى أن سجل الهدف الثاني ومنح التقدم لفريقه في الدقيقة 53، واستمرت الهجمات الخطيرة من السيتي إلى أن سجل في الفودن الهاتريك في الدقيقة 70 وقتل بها المباراة. وصعد السيتي بهذا الفوز إلى النقطة 49 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ب 22 مباراة لعب، خلف ليفربول صاحب ال 51 نقطة ب 23 مباراة لعب، أي أن السيتي إذا استطاع الفوز في لقائه المتبقي سيصعد إلى أول الدوري بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر. ومن الدوري الإنجليزي إلى جولات إنتر ميامي حول العالم، وتحديدا أتحدث عن لقاء إنتر ميامي وفيسيل كوب الياباني الذي لعبته بتشكيلة 4-3-3 بقيادة سواريز مع وجود ميسي على دكة البدلاء، ولكن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وبعدها توجهوا إلى ركلات الترجيح، والذي خرج فيها الإنتر بنتيجة 4-3 لتصبح الهزيمة الخامسة لنادي إنتر ميامي في جولات الودية حول العالم. ومن الإنتر إلى الهلال، وتحديدا أتحدث عن نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر، وبدأ الهلال تشكيلته بال4-2-3-1 بقيادة ميتروفيتش في الأمام، بينما بدأ النصر بنفس التشكيل بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو. افتتح تسجيل الهلال اللاعب الصربي سافيتش في الدقيقة 17 وأكد عليه سالم الدوسري بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 30 لينهي بها الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني ونزول ساديو ماني بدأنا نرى هجمات للنصر على مرمى الهلال ولكن من دون جدوى، وانتهى اللقاء بنفس النتيجة وتوج الهلال بطلا لكأس موسم الرياض 2024. ومن كأس موسم الرياض إلى الأهلي، وتحديدا نتحدث عن صفقة حارس المرمى. وبعدما رجع الأهلي في صفقة محمد أبو جبل قرر أنه يبحث على حارس بديل لمحمد أبو جبل وتحديدا من الدوري المصري، وقع الاختيار بإدارة الأهلي على الحارس محمود الزنفولي حارس نادي الداخلية لتعويض غياب الشناوي في فترة الإصابة. ووقع الأهلي مع اللاعب عقد إعارة من نادي الداخلية لنهاية الموسم مع خيار بند الشراء. وندخل على أهم شيء في موضوع حلقتنا النهاردة واللي هو خبر انتقال مبابي إلى ريال مدريد. ومن المتوقع أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024 الجاري، ولا يحق للنادي الفرنسي التجديد مع اللاعب دون موافقته. وحتى الآن النادي يضغط على مبابي لتجديد عقده، ولكن مبابي رافض تماما ومتمسك بفكرة خروجه من الدوري الفرنسي إلى دوري أعلى نجومية ليكون لديه نصيب في الحصول على الجوائز والألقاب الفردية والمنافسة عليه بشكل أكبر، لأنه اقتنع بشكل تام أن الدوري الفرنسي لن يحقق له أي شيء من هذه الجوائز. وإلى هنا انتهت حلقتنا لليوم، ولكن ولن تنتهي حلقاتنا، لذلك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك وشير الفيديو لأصدقائك حتى يعرفوا كل جديد عن كرة القدم، واشترك معنا في القناة لتستمتع بتحليل شامل لكل المباريات. أنا عبد الله سلطان، السلام عليكم.